السلام عليكم، ازيكم يا كنفاوية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو بتاع النهارده من اكتر الفيديوهات اللي اتطلبت مني على القناه، فانا جاي في الفيديو بتاع النهارده باذن الله بعظمه هخليك طالع من الفيديو مستفاد بكل حرف. كل اللي كنت بتدور عليه باذن الله هتلاقيه في الفيديو بتاع النهارده. طب يا عم كنفاوي، انت جاي تشرح ايه في الفيديو بتاع النهارده وهنستفاد منك ايه؟ في الفيديو بتاع النهارده انا جاي اقول لك ازاي تقدر تعمل غلاف الكتاب على كانفا من الصفر، وازاي تقدر تظبط المقاسات، وازاي تحفظ التصميم ويكون جاهز للطباعه، وازاي تقدر تسلمه للعميل ويكون مية مية وما يكونش فيه اي غلطات. تمام، يلا بينا. قبل ما نبدا صلي على النبي في الكومنتات واعمل لايك لو انت عملتش، واشترك في القناه. طبعا زي ما احنا متعودين هنستخدم في الفيديو بتاع النهارده كانفا وبنترست وشات جي بي تي، الثلاثه دول اساسيين. تمام، وممكن نستخدم جيميناي اللي هو على جوجل لو احتاجناه. تمام، اول حاجه ندخل على بنترست زي ما احنا متعودين، هنعمل تغذيه بصريه. هتكتب في البحث اغلفه مدرسين. اغلفه مدرسين اللي هي زي كده، يطلع لك حاجات زي كده، اغلفه كتب اللي هي زي كده مثلا، نفس الستايل زي ده كده. او مثلا تكتب في البحث، انا اكتب مثلا في البحث اغلفة كتب مدرسين، اغلفة كتب مدرسين، هيطلع لي حاجات زي اللي انت شايفها قدامك كده. تمام، احنا مثلا في الفيديو بتاع النهارده هنعمل ستايل زي ده، بس المدرس بتاع الكيمياء مستر خالد صقر. لو انت مش عارفه طبعا هو غني عن التعريف، هتدخل على جوجل مثلا لو انا عايز اجيب صورته اكتب مستر خالد صقر، مستر خالد صقر. تمام، احنا مثلا في الفيديو بتاع النهارده هنشتغل على الصورة دي. ادخل على الصورة كده، بعدين دوس تنزيل الصورة. طبعا مستر خالد صقر مستر كيمياء، فاحنا في الفيديو بتاع النهارده الغلاف هيكون بيحتوي على حاجات تبع الكيمياء، معمل كيمياء. انت على حسب المجال بتاعك هتركز في الحاجات اللي في المجال بتاعك زي كده. بصوا، يعني مثلا ده عربي في مكتبة، انجليزي يكون مثلا عند اجانب، يعني حاجات زي كده، فاهمني؟ يعني اشتغل في الحاجة اللي ضمن المجال بتاع المدرس بتاعك. تمام، فبعد كده تعالوا ندخل على شات جي بي تي. بعدين المفروض نطلب من شات جي بي تي يعمل لنا صورة لنستخدمها في التصميم بتاعنا. تمام، فانت ركز في الصورة دي علشان هتكون هي اساس الغلاف بتاعك او الكتاب بتاعك. تمام، احنا نقول له مثلا عايزين دكتور لابس بلطو ابيض، يكون في معمل كيمياء، ويكون ماسك في ايده مثلا اللي هي ازازة التحاليل دي، مش عارف اسمها، ازازة التحاليل مثلا، نقول ازازة التحاليل. انت هتتكلم هو شات جي بي تي هيفهمك على طول. تمام، ازازة التحاليل، ويكون بجنبه واقف جنبه، يعني ويكون واقف جنبه اينشتاين يا رب كان بيقول اسمه صح. المهم يعني اينشتاين ده بتاع الكيمياء. تمام، اينشتاين ستايل وشه كرتون مثلا، ويكون الالوان احمر. معلش استحمل الحته دي، بس لازم تفهم شات جي بي تي عشان يعمل لك الصوره مظبوطه من اول مره. تمام، ويكون شكل الدكتور واقعي علشان يطلع لك الصوره بتاعته انسان حقيقي. تمام، ويكون منظور الكاميرا من اعلى، يكون الدكتور باصص للكاميرا، والتركيز يكون على الدكتور. بعد ما كتبت الكلام ده تروح بعد الكلام لشات جي بي تي، وهي دقيقه بالظبط او دقيقتين هتلاقي عمل لك الصوره، ولو في اي تعديل قول له عليه. او ممكن مثلا بعد ما تبعت الكلام ده تقول لشات جي بي تي اعمل لي برومت، تاخد البرومت نسخ، بعدين تدخل على جوجل على جيميناي او اي موقع لتوليد الصور وتخليه يعمل لك الصوره. ماشي، احنا دلوقتي هنشوف شات جي بي تي هل هيقدر يعمل صوره كويسه ولا لا. تمام، لو في اي تعديل في الصوره احنا هناخد برومت منه، وبعدين ندخل على اي موقع توليد صوره نخليه يعمل لنا الصوره شكلها كويس. تمام، دي الصوره اللي انتوا شايفينها هو عملها. انا شايف الصوره مظبوطه قوي على فكره. انا بص الجوده، والله الجودة ما شاء الله، وجنبه اينشتاين زي ما انت شفت. هو عمل الصورة وشكلها عجبني بصراحة، فاحنا نعتمد الصورة دي. تمام، بعدين احنا عاوزين نغير المقاس بتاع الصورة، دوس تحرير هنا وهتلاقي تغيير نسبة العرض للطول. اختار مثلا المقاس دي مثلا 3:2، هتلاقي غير لك مقاس الصورة زي ما انت شايف كده. ركز بقى في الخطوة دي علشان مهمة اوي. تمام، احنا زي ما اتفقنا هنعمل الغلاف ده مثلا لمستر خالد صقر، فاحنا معانا صورة مستر خالد صقر، عايزين نحط صورة مستر خالد صقر مكان الدكتور ده. في حركة ممكن تعملها، تبعت الصورة لشات جي بي تي وتقول له خلي الدكتور ده المستر خالد صقر، يعني يكون مكان الشخص اللي في الصورة. او ممكن تدخل على كانفا زي ما انا عامل دلوقتي وتقص راس مستر خالد صقر وتحطها على راس الدكتور ده. تمام، فانا هجرب معاكم. اول حاجة نبعت الصورة لشات جي بي تي بتاع مستر خالد صقر ونقول له عايزين وش المستر ده يكون مكان الدكتور، ونشوف هل هيقدر يعملها ولا لا. لو ما عرفش يعملها هندخل على كانفا ونعملها مع بعض. فزي ما انت شايف هو عمل الصورة الى حد ما هي كويسة على فكرة، يعني بصوا يعني مظبوط. احنا مثلا هنعتمدها، يعني هي عجبتني. دوس تنزل الصورة كده، وبرضه هننزل الصورة الأصلية، هنشوف لو عملناها على كانفا هل هتطلع كويس ولا لا. طبعا دي الصورة هتكون في الغلاف الوش بتاع الكتاب. احنا عاوزين نعمل برضو صورة للظهر، او ممكن تستخدمها هي برضو للظهر. هنقول له مثلا عايزين الدكتور ده يكون قاعد على كرسي ويعمل تحاليل مثلا، وحاطط رجل على رجل مثلا، وحاطط رجل على رجل.
بعدين هتلاقي عمل لك الصورة اللي هنستخدمها في الظهر بتاع الكتاب. معلش استحملوني لو انا طولت عليكم في الحتة دي، بس علشان دي اهم حاجة في الكتاب، الصورة اللي هنستخدمها في التصميم. تمام، لو انت ظبطت الصورة دي انت يعتبر خلصت الكتاب. اللي بعد كده هنضيف الكلام وشوية تأثيرات بسيط قوي، يعني هتلاقي الموضوع بعد كده سهل. فانت استحمل معايا وركز في الخطوة دي علشان ترتاح في باقي الغلاف ويطلع معاك مظبوط. بص هتلاقي عمل لك الصورة اللي هنستخدمها في الظهر، بس صورة وش مستر خالد صقر مش مظبوطة إلى حد ما. مش مشكلة، احنا كده كده هنغيرها في كانفا. تمام، دوس حفظ للصورة زي ما انت شايف كده. بعدين تعال ندخل على كانفا وركز بقى في كل خطوة نعملها في كانفا، وبالذات المقاس، علشان المقاس أهم حاجة، المقاس بتاع التصميم. هتلاقي كلمة إنشاء، احنا هنستخدم في المقاس بتاع الفيديو بتاع النهاردة هيكون أي 3 بس بالعرض، يعني بدل ما يكون الطول 42 لا هيكون الطول 29 والعرض هيكون هو ال 42. فأنت تدوس على تخصيص الحجم كده وركز في الخطوة دي. طبعا زي ما قلت لكم هنشتغل على المقاس اللي هو اي 3، بس بدل الطول هيكون العرض، هو موجود تحت بس ده بالملي، احنا هنشتغل عليه بالسنتي. هتدوس على الوحدات سنتيمتر وتأكد ان هي بالسنتيمتر. تمام، وتخلي العرض 43 علشان هنزود 1 سنتي اللي هو هيكون الكعب. هتعرف يعني ايه كعب دلوقتي. دوس 43 عرض، والطول 29.7، وتدوس ابتكار تصميم جديد. بصوا بقى، المفروض هنا هنشتغل الوش والعرض، وهيكون في حته في النص اللي بيكون موجود فيها الورق دي اسمها كعب. يعني انا اعمل لكم دلوقتي تقسيمه علشان تفهموني اكتر. طبعا الحاجات دي من اساسيات الطباعه اللي انت لازم تكون عارفها. تمام، فانت ركز فيها، ومعلش لو الفيديو طويل بس عشان تكونوا فاهمين الدنيا. تمام، ندخل على عناصر كده، هظبط لكم بس المقاسات عشان تفهموني اكتر. ندخل على الاشكال، نجيب شكل مربع مثلا الشكل ده، ونخلي مثلا اللون اسود. كده كده نغيره، بس انا هوريكم بس حاجه دلوقتي. خلي بس اللون هنا مثلا، الوش هنا، وحط الظهر، خليهم الاتنين قد بعض بالظبط مثلا هنا. تمام، ونسيب مثلا مسافة هنا في النص. اعمل تكرار للمربع ده كده، خلي اللون مثلا اصفر او اخضر ده مثلا. ما تركزوش في الالوان، انا بس بظبط لكم الدنيا. خلي العرض يكون 1 سنتي، العرض ده اللي بيكون موجود في الورق. تمام، ماشي بالشكل ده، وتحطه في النص بينهم الاتنين بالظبط. اتأكد ان الوش يكون قد الظهر. تمام، زود ده مثلا، خليه هنا بالشكل ده. تمام، كده هيكون ده الوش وده الظهر، وده لما يطبع في الاخر الجنب الاصفر ده اللي هيكون فيه الورق. فاهميني؟ اتمنى تكونوا فاهمين الحركه دي. تمام، بعدين ظبط بس هنا، خليها على قد بالظبط، هتعرفوا ليه دلوقتي. ادخل على اللون، خلي اللون اول واحده اللي هي من غير لون. تمام، بعدين ادخل على النمط، اختار اول واحد، خليه مثلا 2. بعدين خلي لون الخط هنخليه مثلا اي لون من هنا، خليه مثلا اللون الاحمر ده. ماشي، بنفس الموضوع تعمل تكرر ده كده، حطه هنا. اتأكد بس ان هم يكونوا مظبوطين، انا مركزتش خطوة دي بس هم مظبوطين لحد ما. تمام، هدا في النص كده، بس كده مظبوطين يا باشا معانا. وخلي اللون الاصفر ده برضو بنفس الطريقة، اختار من غير لون. بعدين نخش على النمط، اختار ده كده، خلي لون الخط خليه مثلا ازرق ده. تمام، كده عرفنا ده الوش، وبعدين ده الظهر، وبعدين اللي في النص ده الكعب. الكعب اللي بيكون في النص الموجود فيه الاوراق. تمام، بعد كده الحاجه اللي اقول لكم خلي بالكم منها، ركزوا فيها، خلي بالكم من الاطراف. احنا مش عايزين نشتغل في الاطراف خالص. انت ممكن الاحتياط تصحف دي شويه كده، تسيب مثلا جزء زي ده. شايف انت الجزء اللي بره ده ما تشتغلش فيه. تمام، ممكن تعمل بعد كده. يلا بينا نضيف الصور اللي عملناها على شات جي بي تي، الوش والظهر. بس عايز اعرفكم المقاس بيكون بالطريقه دي لو في حاله ان انت هتعمل الوش والظهر لازقين في بعض. اما انت لو هتعمل وش بس فانت تخلي المقاس اي 4. فاهمني؟ يعني اعمل المقاس بالعرض كده لو هتعمل الوش والظهر لازقين في بعض كتاب مثلا. اما مثلا لو هتعمل مذكرة كل جزء يعني الوش لوحده والظهر لوحده، اعمل مقاس اي 4، هتلاقي المقاس عندك اتفتح بقى قد ده بالظبط. فاهمني؟ تعالوا نضيف الصور بس. نضيف صورة الوش، انا عملت تكرار لان انا برضه هوريكم ازاي نحط صورة مستر خالد صقر او اي مدرس على وش الدكتور ده. تمام، تعالوا بس نجيب صورة مستر خالد صقر، حطها في الجنب ده كله. هاتها شمال شوية كده، بس كده يا معلم. تمام، لو احنا معانا الصورة دي عايزين نحط مثلا صورة مستر خالد صقر، الاول كبرها كده شوية. هات صورة مستر خالد صقر، هي الخلفية مش موجودة. لو انت هتشيل الخلفية تدوس على مزيل الخلفية ده هتلاقي الصورة اتشالت الخلفية بتاعتها. تمام، بص دي الاول كده، ادخل على ممحات البكسل وافضل امسح كده 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 كده. عايزك بس تسيب الوش، فاهمني؟ يعني من اول الدقن كده بس. طبعا ممكن تعمل الحركة دي على بيكس ارت، يعني اكيد عارفين بيكس ارت. وابقى احاول اعمل فيديو نعمل عليه ريتاتش وكده، وازاي نحط الوش مكان، يعني هو بيكون احسن بصراحة. بس احنا نعملها المرة دي على كانفا. تمام،
بصوا انا قصيت الراس بتاع مستر خالد الصقر. لو انت مش عارف تقصها ممكن تبعت الصورة لشات جي بي تي وتقول له قص لي الصورة الراس بس، فاهمني؟ ممكن نحطها بالطريقة دي بس نعمل لها عكس انعكاس بالجنب ده. ازاي بقى نمسح صورة المستر ده؟ هتدوس عليها كده، تدخل على ادوات الصورة، هتلاقي في حاجة اسمها الممحى السحرية، ماشي؟ تدخل عليها كده وشخبط على الوش ده، ماشي؟ بعدين دوس مسح، هتلاقيه شالك الراس، تمام؟ هات صورة مستر خالد الصقر، حاول تظبطها يعني الى حد ما، بس احنا المفروض ما كناش قصينا الرقبة بتاع المستر اللي قبليه، تمام؟ هما الصورتين اهو، بس انا شايف الصورة اللي شات جي بي تي عملها احسن بصراحة، يعني مظبوط اكتر، فاحنا هنعتمد دي وسيبك من اللي انا عملتها دلوقتي، بس انا وريتك الطريقة وانت لو ركزت فيها بتظبطها اكتر من اللي انا ظبطتها، تمام؟ ده الوش اول حاجة، يلا بينا نشتغل في الوش وبعد كده نبدأ في الظهر. احنا دلوقتي الصورة معانا بتاع الوش، عاوزين نكتب هنا مثلا المراجعة النهائية او ليلة الامتحان او مثلا الصف الثالث الثانوي، الصف مش عارف ايه. ادخل على النص، دوس اضافة العنوان، اكتب مثلا المراجعة، المراجعة، تمام؟ بعدين هات كده خلي اللون ابيض، بعدين ندخل على الخط، تكون مختار خط كويس، واوريك كذا خط في الفيديو بتاع النهارده ركز فيهم، وانا هبقى اعمل فيديو الخطوط علشان تعرف احسن الخطوط، تمام؟ دي شويه خطوط انا حافظهم، مثلا ده ممكن نستخدمه، ده كويس اوي على فكره، اسمه ام او مش عارف ايه، بس هو الاسم قدامكم هو، تمام؟ ممكن نستخدم الخط ده كويس اوي، يعني في كذا خط بصراحه انا حافظهم شكلهم حلو، يعني بص ده جامد اوي. ممكن تستخدم مثلا ده، دي الحاجات اللي تنفع للمدرسين، يعني بصوا دي مثلا ده كويس اوي برضو، يعني انت في شويه خطوط هنا حلوين اوي ركز فيهم وهتستخدمهم على طول، تمام؟ عشان ما اطولش عليكم انا مثلا اختار الفونت ده، تمام؟ هتحطه في الحته دي كده، بعدين ندخل على التأثيرات، هوريك طريقه برضو تكتب بيها الكلام شكله كويس. انت ممكن تعمل الكلام 3D، تمام؟ بس انا مش هعمل ب 3D، انا هعمل مخطط. ادخل على المخطط، خلي اللون ده يبقى اللون الاحمر، اي لون احمر من التصميم، خليك بس في الوان التصميم. شد الشريط ده مثلا هاته كده، ماشي؟ بالطريقه دي. بعدين اعمل تكرار للكلمه، هتغير بس اللون، يعني بدل اللون الابيض خليه مثلا اصفر، قلب كده، هات الدرجة دي، بعدين ادخل على الخريطة بتاع الالوان وخلي مثلا الشريط هنا، يعني مثلا، تمام؟ وبعدين دوس تعديل، اكتب النهائية بالشكل ده، تمام؟ بس انا بصراحة مش عاجبني الخط، يعني لقيته مش كويس، انا اختار خط غير ده كده، ده مثلا، ماشي؟ هاته هنا، وبعدين ندخل على الخط تاني، ركز في الخط، يعني هو الخط بصراحة انت لو ظبطته انت يعتبر خلصت التصميم، لان الخط والصورة والالوان دول اهم حاجة في التصميم، الباقي سهل، تمام؟ هات الكلمة دي كده، ادخل على التأثيرات تاني، خلي الشريط بتاع المخطط ده يكون على الاخر بالطريقة دي، بنفس الكلام برضو على المراجعة، خلي التأثير يكون على الاخر، ماشي؟ بعدين ظبط الكلمتين هنا شوية كده، بعدين ندخل على العناصر، هات مربع، هتلاقي في الاشكال او ابحث عليها، تدخل كده على المربع، هات الشكل ده كده، بعدين خلي اللون احمر نفس الاحمر اللي احنا عملنا بيه التأثير ده، بعدين ندخل على الطبقات، خليه تحت الكلام، هو موجود تحت الكلام، ماشي؟ بعدين نزله كده، عايزك تسد الحتت اللي هي بين الكلمتين، فاهمني؟ بص بالشكل ده، بعدين اعمل تكرار تاني، سد الجزء اللي على اليمين ده وبرضه سد الجزء اللي على الشمال، بص بالطريقه دي، ماشي؟ بعدين اعمل تكرار، حطه في الجنب الشمال، حطه في الجنب الشمال، ماشي؟ نزله تحت الكلمتين كده، بعدين هاته كده، بس بالشكل ده. بص الكلام اتعمل ازاي. لو عايزين نخلي ده كله، الكلام ده كله واللون الاحمر اللي تحتيه يبقى حته واحده، هتدوس كده على الكلمه، بعدين ندخل على الطبقات، بعدين ندوس تحديد واختار كل الحتت اللي مع بعض، بص اختار الاجزاء دي مع بعض، بعدين دوس تجميع، بص بقى جزء واحد، تمام؟ احنا مثلا نحطها في الحته دي. دلوقتي بقى احنا عاوزين مثلا نكتب مستر خالد صار او تالتة ثانوي، هتعمل تفكيك العناصر اول، دوس تكرار للكلمه، اكتب تالتة ثانوي مثلا. بعد ما كتبنا تالتة ثانوي ممكن تخلي الرقم ده مثلا يبقى باللون الاصفر والحرف باللون الابيض، يعني حاجات كده تزويقية بتخلي شكل التصميم احسن، فاهمني؟ بالشكل ده. بعد هات الرقم كده حطه هنا فوق كده، حطه في الجزء ده، ماشي؟ عاوزين دلوقتي نكتب مستر خالد صقر، ممكن تكتب الاسم بتاع المستر فوق او ممكن تكتبه تحت في الحتة الجزء اللي تحت ده، فاهمني؟ ممكن نعمل تكرار هنا، نكتب مستر خالد صقر، خالد صقر،
بنفس الكلام برضو هتعمل كل كلمة بلون مختلف يعني عشان تعمل شكل كويس للتصميم، او ممكن تخليهم كلهم بنفس اللون عادي مش مشكلة. بص ممكن نخلي الفونت مختلف. ربنا اللي يعلم ان دي تاني مرة في حياتي اعمل غلاف كتاب، تمام؟ فانا اعتبر معاكم مبتدئ علشان اكون ماشي معاكم خطوة بخطوة وتبقى شايفين الموضوع سهل، تمام؟ ممكن نحطها في الجنب الشمال ده شوية هنا كده، تمام. تحت بقى ممكن نضيف العنوان، ممكن نضيف الرقم، يعني احنا هنعمل تكرار للكلمة كده. اكتب مثلا الرقم بتاع المصدر، طبعا اي رقم وخلاص، فاهمني؟ اي رقم وخلاص كده وهمي. كده كده احنا بنتدرب مع بعض. ماشي، حط رقم تحت كده. هقول لك برضو حركة كويسة، خلي كل رقمين، يعني كل رقمين بألوان مختلفة. بص، خلي دول مثلا بالاصفر، وخلي دول مثلا بالابيض، ودول بالاصفر، بالشكل ده كده. بص استنى عشان تفهمنا اكتر، بالشكل ده، تمام. وتحطه تحت خالص كده. وزي ما قلت لك خلي بالك من الاطراف، انا كنت هنسى الحركة دي. بص، حرك بعيد الاطراف، يعني سيب مساحة احتياطية، فاهمني؟ خليك بعيد الاطراف، طول ما انت بعيد الاطراف كده انت في الامان. ماشي. ممكن نحرك الرقم ده شوية هنا كده. دوس تكرار. اكتب مثلا الصف الثالث السنة، او اكتب العنوان مثلا الفيوم، الفيوم الجديدة مثلا، يعني اي عنوان وخلاص. انت المستر طبعا هيبقى قال لك العنوان بتاعه، وانت تكتب كل حاجة زي ما هو بيقول لك بالظبط، ما تكتبش حاجات اضافية. كده كده بنتدرب مع بعض دلوقتي، تمام. خلي مثلا كلمة الفيوم الجديدة باللون الاصفر، بالشكل ده. لو قلت لك احنا خلصنا الغلاف الوش اللي في قدام مش هتصدقني، بس احنا فعلا خلصنا الجنب اللي قدام، يعني شايفين السهولة؟ مفيش اسهل من كده. ممكن تدخل على العناصر، اكتب مثلا خط، هات مثلا الشكل ده كده، خلي اللون اصفر، حطه وين العنوان والرقم، حط ده فوق شوية كده بالشكل ده. اهم حاجة تعمل تناسق، تمام. تمام كده يعتبر احنا خلصنا ايه الوش بتاع الكتاب، تمام. تعالوا بينا دلوقتي نشتغل في الظهر. يعني خلصنا الغلاف زي ما انتوا شايفين الوش بتاع الغلاف بكل سهولة. ضيف الصورة بتاع الظهر، تمام، وخليها في الجنب ده كده. وما تنساش تسيب مساحة للكعب، الكعب ده بيزيد، العرض بتاعه بيزيد على حسب الأوراق، تمام. دلوقتي احنا بعد ما ضفنا الصورة بتاع الظهر عاوزين نضيف صورة مستر خالد صقر هنا، تمام. ادخل على معرض الصور واختار صورة مستر خالد صقر. بعدين امسح كده زي ما عملنا برضو في أول فيديو، يعني قص راسه بس، تمام. بعد كده هات الصورة خليها فوق صورة المدرس ده بالظبط، بالشكل ده. انت لو ركزت فيها تظبطها اكتر مني، فاهمني؟ يعني انت ركز فيها وادخل كده على الضبط، دوس تعديل تلقائي او ظبطها انت على حسب ما انت عايز، تمام. طبعا الريتاتش مش هعرف اعمل ريتاتش على كانفا، الريتاتش احسن بيكون على بيكس ارت. الريتاتش اللي انت بتعمل ايديت للصورة، يعني بيخلي الصورة شكلها احسن. هاتها مثلا هنا، بس كده احنا ظبطناها، تمام. ركز بقى في الظهر، علشان الظهر يعني فكرة تانية. بعدين هتلاقي حاجة اسمها إضاءة الصورة، ادخل على إضاءة الصورة، بعدين دوس تمويه، شايف انت تمويه؟ دوس عليها، يعني هنعمل بلور عليها شوية، بعدين اختار الصورة بأكملها، بعدين زود كده شوية. هنعمل تمويه برضو للوش بتاع مستر خالد الصقر، 17 برضو في المية، زود 17 بالشكل ده. الظهر بقى يا معلم بيبقى مثلا موجود جملة تشجيعية، شد حيلك يا بطل، مش عارف ايه انت ده، يعني كلام زي كده. تعالى اوريك هتجيبه منين. ندخل على بنترست، اكتب في البحث مخطوطات عربي تشجيعية، مخطوطات عربي تشجيعية. هتلاقي في حاجات زي اللي انت شايفها قدامك دي ظهرت، يعني شايفين؟ فكر بالفرح تفرح، اتعلم من اخطائك ولا تيأس. يعني مثلا دي عجبتني اوي. بص هتدخل عليها تلاقي في حاجات كتير ظهرت زي اللي انت شايفها قدامك دي. مثلا نزل دي، دوس تنزيل الصورة، بعدين ارجع لكانفا تاني، خطوة ما خدتش تقريبا 10 ثواني. بعد كده ضيف الصورة اللي احنا نزلناها من على بنترست، اللي هي دي. بعدين ندخل على مزيل الخلفيات، اي حاجه انت مش عارف تشيل الخلفيه بتاعتها ابعتها لشات جي بي تي بسهوله خالص، هتلاقي شالك الخلفيه. يعني بص كانفا شالك الخلفيه بكل سهوله، تمام. كبر دي مثلا هنا، خليها مثلا في الجنب ده كده، خليها مثلا في الحته دي، ماشي. نرفع صوره مستر خالد الصقر لفوق شويه، ندخل على الطبقات، دوس تحديد،
ومثلا ممكن تكبرها شوية كده، تخليها مثلا، ما تنساش الكعب، ركز في الكعب عشان ما تنسوش، طلعها فوق شوية كده. تمام. ممكن بقى تعمل حركة كويسة، تروح ضايف هنا الباركود وتضيف برضو العنوان. يعني مثلا ادخل على عناصر، عاوزين نعمل باركود وهمي وخلاص، وهسيب لك موقع في الكومنتات شرحته قبل كده في الفيديو بتاع الكارت ازاي تعمل باركود. تمام. ادخل كده على عناصر، اكتب باركود، اختار مثلا الباركود ده، خلي اللون اصفر او ابيض، خليه مثلا اللون الابيض بالشكل ده، حطه هنا تحت بالجنب ده كده. بعدين ممكن تروح داخل على عناصر، اكتب مثلا انبوبة اختبار كيمياء، انبوبة كيمياء، يا رب يكون اسمها انبوبة عشان تطلع. ظهرت لنا الانابيب بتاع الكيميائي. تمام. عاوزين ناخد واحدة بس من هنا، ادخل على تصميم الجرافيك، نختار اي صورة من دي، مثلا الصورة دي، خلي اللون الازرق يبقى احمر، خلي الالوان متناسقة، يعني كل ما هتبقى متناسقة يبقى افضل. تمام. وخلي الاخضر ده يبقى اصفر اللي معانا في التصميم بالشكل ده. بعدين ندخل على ادوات الصورة، بعدين ندخل على التمويه، نعمل شوية بلور كده بساط، زود البلور ده شوية كده. تمام. حتى في اي جنب، يعني ممكن تحطها في الجنب ده كده بالشكل ده، او ممكن تحطها تحت هنا، بس ما تحطهاش تحت، يعني انا عايز احطها فوق علشان اقول لك تحت هنعمل ايه دلوقتي. دوس انعكاس بالشكل ده. تمام. تحت هنا ممكن تروح ضايف يوزر نيم بتاع الانستا، اليوزر نيم بتاع الفيس، اليوزر نيم بتاع التيك توك مثلا. يعني دوس تكرار هنا مثلا، طبعا بتاع صفحات المستر، اكتب مثلا يعني آه، اشرف مثلا، اي حاجه وخلاص، فاهمني، بس عشان نبقى عارفين الحاجات اللي انت تعملها بعد كده. ده مثلا يوزر نيم بتاع تيك توك مثلا، دوس تكرار هنا تاني، صغره بس هنا شويه، حطه هنا، بعدين دوس تكرار مثلا اشرف مثلا ده مثلا بتاع الانستا، خلينا فوق شويه بالشكل ده، وخليهم الاتنين في نفس البدايه. تمام. بعدين تروح داخل على العناصر، اكتب انستا، هات الايقونه بتاع الانستا مثلا دي، خلي اللون اصفر، بعدين نصغرها شويه وحطها مثلا على قصاد اليوزر نيم بتاعها بالشكل ده. بعدين بنفس الكلام برضه هتروح جايب التيك توك مثلا، وحط على قصاد اليوزر نيم بتاعها. بس مفيش اسهل من كده تقريبا. ممكن نكبر ده شويه كده، خد وقتك، يعني انا مش عايزك تستعجل في التصميم. تمام. انا بستعجل بس عشان نخلص ده بدري، ما ناخدش وقت طويل في الفيديو. تمام. احنا كده خلصنا الوش وخلصنا الظهر، عايزين بقى نعمل ايه؟ الكعب ده اللي في النص. تمام. ممكن تدخل على العناصر، اختار شكل المربع ده، ممكن تخلي اللون احمر او اسود، يعني الاسود اللي معانا في التصميم برضو خليه العرض سنتي كده، بعدين ارفع كده، خليه في النص بالشكل ده. ممكن تخلي اللون اسود او احمر، يعني زي ما انت عايز، دي اذواق، فاهم، بس خليك بين الالوان يعني عشان ما يبقاش فيه لخبطه كتير. تمام. بعد ما ضفنا الكعب، في الكعب ده بقى ممكن تضيف ايه؟ العنوان والرقم، ده في حاله لو الكعب كبير، يعني هنبقى نعرف الكلام ده في الشنط. في الشنط بيبقى الكعب كبير، يعني المسافه اللي بين الاتنين الوش والظهر كبيره، فبنحط فيها الباركود والرقم والعنوان ومش عارف ايه. تمام. احنا دلوقتي الحمد لله خلصنا الوش والظهر بكل سهوله. ادخل على الطبقات، عاوزين نمسح دلوقتي ايه بقى؟ الخطوط اللي كنا ضايفينها تحت خالص، شايف انت الخطوط دي؟ دوس تحديد عليهم كده، بعدين امسح يا معلم، بس بالشكل الجميل ده. بس كبر الكعب شوية، بس الموضوع سهل. يعني انت لو عملت لك تصميم اتنين تلاتة انت هتكون فهمت الدنيا، والله الموضوع سهل اوي. تمام. ممكن تدخل على العناصر، هوريك برضو حاجة تانية، اكتب ظل اسود، هتعرفوا اعمل بيه ايه دلوقتي. ماشي. اختار الشكل ده كده، لفه كده، بعدين ادخل على الطبقات، خليه من تحت الباركود، خليه في الصفحة التانية في الظهر. ماشي بالشكل ده. ليه بقى يا عم كانفا عملت كده؟ علشان الكلام ده يبقى واضح اللي تحت. تعالوا بعد كده الأهم حاجة، اللي أهم من التصميم نفسه، ازاي نحفظ التصميم ويكون جاهز للطباعة. شايف انت السهم اللي فوق؟ دوس عليه كده، بعدين تنزيل، بعدين نوع الملف اختار PDF للطباعة اللي هي رابع واحدة، بعدين حدد الصفحات اللي هي هتكون أول صفحة، طبعا مالكش دعوة بتاني صفحة دي، بعدين اختار الملف التعريفي للون،
CMYK للطباعة. تمام، بعدين دوس تنزيل. وكده يا باشا انت خلصت التصميم بتاعك، والكتاب تقريبا خد اقل من ربع ساعة. وزي ما انتوا شايفين لو انت عملت حاجة زي دي في بدايتك اقسم بالله انت كده جامد قوي. تمام، تعالوا دلوقتي عايزين نحط التصميم بتاعنا على موك اب للكتاب علشان نشوف شكله عامل ازاي بعد كده لما يطبع هيبقى شكله عامل ازاي، عشان تبعته للعميل وتقول له انا خلصت التصميم وايه رايك لو في اي تعديل. هتروح دايس على السهم ده كده، بعدين تنزيل، نختار PNG. تمام، وتروح دايس تنزيل. احنا مثلا في الفيديو بتاع النهارده هنعمل موك اب على ChatGPT، يعني بالذكاء الاصطناعي. انت ممكن تعمل على اي موقع، يعني في مواقع كتير مجانيه، وقبل كده كنت منزل على الفيس. لو انت مش موجود معانا على الجروب بتاع الكانفاوي على الفيس انت فاتك كتير بصراحه. بعدين اختار الصوره على ChatGPT وقول له حط التصميم ده على موك اب كتاب بدون تغيير اي تفاصيل في التصميم. تمام، وتروح يا باشا بعت الكلام دقيقه بالظبط وهتلاقي عمل لك الصوره. بص هتلاقي ضافلك التصميم على الكتاب، والله العظيم يعني تصميم ما شاء الله بصراحة. بعدين دوس حفظ للصورة كده، شوف الصورة التانية وعمل لك صورتين، يعني الصورة دي والصورة التانية. بص بقى يعني هو ممكن يعمل تعديلات انت تبص عليها. زي ما قلت لكم هو كاتب على الكعب المراجعة النهائية مستر خالد الصقر ده في تالتة ثانوي، يعني الكعب برضه وبستغله. تمام، يعني الصورتين بصراحة أفضل من بعض. وبس كان فوائد الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا منه حتى لو بحرف واحد بس. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من كل كلمة أنا قلتها. تمام، متنساش بقى تعمل لايك الفيديو وشير الفيديو على قد ما تقدر، وتبعت لينك القناة لكل الناس المهتمة بالتصميم على الموبايل أو حابة تبدأ في المجال. بس سلام.